بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي روى الشيخ الكليني في الكافي المجلد الثاني صفحة 18 الحديث الخامس. نتكرر صدر الحديث أيضا. قال علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن السال جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة فقلت أي شيء من ذلك أفضل؟ فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. من هذا الحديث طويل، لهنا قرأناه اليوم السابق. قال قلت ثم الذي يليها في الفضل، يعني بعد الولاية، قال الزكاة. عفوا قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل قال الصلاة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصلاة عمود دينكم، يعني بعد الولاية الصلاة ثم بعده الزكاة. قال قلت ثم الذي يليها في الفضل قال الزكاة لأنها قرنها بها، يعني قرن زكاة بالصلاة وبدأ بالصلاة قبلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة تذهب الذنوب. قلت والذي يليها في الفضل قال الحج. قال الله عز وجل لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لحجة مقبولة خير من 20 صلاة نافلة. من طاف بهذا البيت طوافا أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر الله له. وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال. قلت فماذا يتبعه، يعني بعد الصلاة والزكاة والحج؟ قال الصوم. قلت وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصوم جنة من النار. قال ثم قال إن أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه. إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيء مكانها دون أدائها. ليس يقع شيء مكانها دون أدائها. بأن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها، يعني يمكن أن يؤدي مكان الصوم ولكن ذلك 4 لا يمكن غيره. قال ثم قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله عز وجل يقول
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه، يعني إذا كان بدون الولاية، ولا كان من أهل الإيمان. ثم قال أولئك المحسن منهم يدخل الله الجنة بفضل رحمته. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث الطويل. وأما بحثنا في الرجال، ذكرنا بحث أصحاب الإجماع. هذا البحث يريد أصحاب الرجال وفقهاءنا منه تبعا لما ذكره الكشي في 3 مقامات ذكرناهم فيما تقدم. ومقصودهم من البحث في أصحاب الإجماع بأنه هل يمكن إثبات قاعدة نثبت به وثاقة من روى عنهم أصحاب الإجماع. تقدم 18 تحقيقا من أصحاب الإجماع وعدة أخرى أضافوا بعضهم إليها، ولكن المورد المتيقن 18 من أصحاب الإجماع ذكرناه في 3 مقامات عن الكشي. هل هذا الكلام بأنهم أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة وأقروا لهم بالفعل وفلان وفلان، هل نثبت بهذا الكلام وثاقة من روى عنه هذه 18 ونثبت بها مئات من الرواة وثاقتهم أو لا؟ كل هذا يعني لابد أن نحقق الكلمات التي وقعت في معقد هذا الإجماع. يعني المقصود من التصحيح ما هو؟ الصحة ما هو معناه؟ تصحيح ما يصح عن جماعة. ما يصح عن جماعة يعني إذا وصل إلينا بطريق صحيح. الصحيح أحد معانيه أنه وصل إلينا بطريق الرواة الإمامي الثقة. إذا وصل إلينا من مثل زرارة ومن مثل يونس بن عبد الرحمن، الحسن بن محبوب و15 مورد آخر من الرواة من أصحاب الإجماع، إذا وصل إلينا من هذه الرواة بطريق صحيح قال أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنه. هل هو مراد من الماء ماء الموصولة؟ المراد منه الرواية، يعني نثبت وثاقة هؤلاء 18 ووثاقة من روى عنهم. كل من روى عنهم هذه الجمع يكون ثقة أو لا يكون المقصود من الماء الموصولة الرواية، بل المقصود المروي. يعني أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة. تصحيح ما يعني تصحيح مروياته،
أجمعت الإصابة على تصحيح مرويات هؤلاء الجماعة، يعني مدلول رواياتهم، وهذا يرتبط بمفاد الحديث، لا يرتبط بالرجال، هذا يرتبط بالفقه. يمكن استفادة من هذا المطلب في الفقه إذا وصلنا في مسألة فقهية رواه هذه الجماعة أو بعض هذه الجماعة، نثبت بأن هذا المفاد خرج من فم الإمام عليه السلام ولو تغيته، يعني نثبت هذا الكلام خرج من فم الإمام عليه السلام. قلنا فيما سبق في هذا المقام 10 أقوال في بحث أصحاب الإجماع، ولذا لابد لنا أن نذكر كلمات القدماء منهم إلى فقهائنا ورجاليين المعاصرين، ثم نستدل على ما اخترنا في هذا المطلب. ذكرنا كلام العلامة الحلي في عدة من كتبه، في أكثرها أثبت وثاقة هؤلاء، وفي بعضها استشكل، مثلا في مثل أبان بن عثمان لأنه كان من الناووسية، وإن كان في بعض النسخ كتب الفتحية غلط. ورد في الكشي بأن أبان بن عثمان كان من الناووسية الذين وقفوا على الإمام الصادق عليه السلام ولم يعترفوا بإمامة الكاظم ومن بعده. ورد في حق أبان بن عثمان قلنا عن الكشي بأنه كان من الناووسية، ولكن أثبتنا في محله أن النسخة مغلوطة، والصحيح بأدلة أثبتنا في موضعه أنه كان من القادسية، هو اسم مكان لا اسم مذهب، وأثبتنا بقراء وأدلة في موضعه. وأيضا وقع البحث في عبد الله بن بكير لأنه كان فتحيا. لذا أكثر كلمات فقهائنا في الفقه في حول هذين الشخصين، لأنهم كانوا بنظرهم من الناووسية وكذا من الفتحية، ولذا ورد العبارات في بعضها أثبتوا وثاقتهم وفي بعضها استشكلوا وتحيروا كيف يمكن الجمع بين صحة أحاديث هؤلاء مع كون مذهبهم فتحية أو ناووسية، مع أنه ثبت لديهم بأن الرواية الصحيحة لابد أن يكون رواته إماميا ثقة، وبعض هؤلاء لم يكن إماميا. وفي هذا البحث قلنا أقوال أخرى الآن لا نتذكر حتى يشوش ذهنكم. في أيام لعل أسبوع أو أسبوعين لابد أن نذكر كلمات من قدمهم على ترتيب تاريخ وفاته. ذكرنا كلام العلامة في بعض كتبه، الآن نذكر كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتابه الرعاية في علم الدراية صفحة 77. قال بأنه ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله. عرف الصحيح بهذا: الصحيح ما هو؟ الصحيح ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات، يعني لابد أن يكون الراوي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى الإمام عليه السلام كلهم إماميا عدلا.
وهذه الرواية يكون صحيحة. هذا تعريف الشهيد الثاني. ثم قال بعد الصفحتين في صفحة 79 قال: وقد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من التعب. قد يطلق ممكن مصدر الشيخ نعم 77 79 في علم الدراية، الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني. قال: وقد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق. يطلق الصحيح على سليم الطريق من التان بما ينافي الأمرين، يعني ينافي كونه عدلا أو ينافي كونه إماميا، وهما كون الراوي باتصال عدلا إماميا، وإن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع. وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا روى ابن أبي أمير في الصحيح كذا، يعني إلى ابن أبي أمير صحيح، ولكن بعد ابن أبي أمير مثلا إرسال أو قطع مرفوعة مثلا. لذا يقول في الصحيح عن ابن أبي أمير، أو في صحيحته كذا، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة. ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا. هذا الإشكال الذي ذكره شهيد الثاني. ثم قال: وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فتحيا. هذا إذن تبع بعض كلمات العلامة الذي تقدم توصيفه بأنه فتحي، مع أنه لابد أن يقول نابوسيا. نعم. وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فتحيا، وهذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه في التعريفين، خصوصا الأول المشهور. ثم في هذا الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح المشهور كصحيح أبان، ومنه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدته. يفيد وصف الصحة كالسالم طريقه مع لحوق الإرسال به أو القطع أو الضعف أو الجهالة بمن اتصل به الصحيح، وينبغي التدبر لذلك فقد زل فيه أقدام أقوام. هذا كلام الشهيد الثاني. لابد أن نذكر كلمات علمائنا، لأن هذا البحث بحث اجتهادي، يعني لابد أن تجتهدوا أنتم. لا أريد المطلب إلقاء تقليديا، لابد أن نذكر كلمات الأعلام وفقهاءنا والرجاليين، ثم بعد ذلك أدلتهم، ثم نثبت مقدرنا في هذا المبحث بأدلتنا وبالاستدلال. يعني هذه الجلسة جلسة اتخاذ المباني، يعني لابد أن تكونوا صاحب مبنى. أحد المسائل أن تكونوا صاحب مبنى، يعني مسائل كلية في الرجال، مبحث أصحاب الإجماع. الفقيه الذي كان بعد صاحب المدارك المتوفى في سنة 1009 قال في كتاب مدارك المجلد 8 صفحة
48 لأن الراويها هكذا قال لأن الراويها وهو نضر بن قرواش قال لأن الراويها غير موثق لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه يعني حيث أن البزنطي روى عنه هذا إشعار بمدحه لأنه ممن نقل الكشي إجماع الإصابة إلى آخر كلام الكشي. هذا إذن صاحب المدارك في هذا المقام تمسك بهذا. وإذن قال في نهاية المرام المجلد الأول صفحة 76 قال وأبان هذا هو أبان بن عثمان وقد نقل الكشي الإجماع على فلان وفي ذلك توثيق وزيادة يعني إضافة على التوثيق. هذا إذن موضوع آخر في نهاية المرام إذن المجلد الأول صفحة 139 في رواية فيها ابن بكير عبد الله بن بكير لأنه من الفتحية قال إنه ممن اجتمعت الإصابة على فلان إلى أن قال ولا ريب في اعتبار سندها يعني لا ريب في اعتبار سندها لكن وصفها بالصحة خلاف الاصطلاح وصفها بالصحة خلاف الاصطلاح لأنه لم يكن إماميا عبد الله بن بكير لم يكن إماميا فتحيا وصفها بالصحة إذا تريد أن توصفها بأن في صحيحة مثل عبد الله بن بكير هذا غلط لأنه لم يكن إماميا. هكذا ذكر مثل هذا الكلام في صفحة أخرى المجلد الأول صفحة 384 بعده صاحب المعالم متوفى 1011 في قسم الفقه. معالم كتاب قسم الأول منها في الأصول قسم الثاني منه في الفقه. في القسم الفقه المجلد الثاني صفحة 453 في هكذا قال في حق صفوان وابن أبي أمير قال وحكى الكشي إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهما في جملة آخرين وتصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم. نعم إذن قال في صفحة أخرى المجلد الثاني 454 وأما من جهة أبان يعني أبان ابن عثمان فلأن القرائن قائمة على أنه ابن عثمان يعني ليس أبان ابن تغلب مثلا القرائن على أنه أبان ابن عثمان وهو أحد الجماعة الذين حكى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عنه. وقال أيضا كتاب له أيضا باسم المنتقى منتقى الجمان عفوا. وقال أيضا في المنتقى المجلد الأول صفحة 12 قال فتحصل مما حققناه في المقام أن المناسب في تعريف الصحيح أن يقال هو متصل السند ومتصل السند بلا علة إلى المعصوم عليه السلام برواية العدل الضابط عن مثله يعني لابد أن يكون كل أفراد السند عدلا وضابطا عن مثله في جميع المراتب يعني في جميع الطبقات. إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق الصحيح على سليم الطريق من التن وإن اعتراه إرسال أو قطع كما ذكره الشهيد رحمه الله موضع بحث يعني إذا وقع الإرسال أو القطع في السند لا يمكن إطلاق الصحيح على هذه الرواية.
وقد اتفق فيه الجماعة من المتأخرين توهم غريب وشاركهم فيه والدي. من المتأخرين توهم غريب وشاركهم فيه والدي، يعني والده يعني شهيد الثاني، هذا ابن شهيد الثاني صاحب المعالم. في المنتقى هكذا قال والدي رحمه الله في شرح بداية الدراية، تقدم. وقال في صفحة مطالب طويلة نسفح عنها. قال وفي صفحة لعله في صفحة 14 وما ذكره أخيرا من نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فتحيا. ابنه أيضا هذا الاشتباه أيضا ارتكبه، أول العلامة ثم الشهيد الثاني ثم ابنه صاحب المعالم في هذا الكتاب، يعني كتاب منتقى الجمان. قال وما ذكره أخيرا من نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فتحيا ليس من هذا الباب في شيء، فإن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر، وإن اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا إليه سالفا. يعني القدماء ليس لهم هذه الاصطلاح. هذه الاصطلاح يعني حدث من بعد علامة. بعضهم يقولون حدث من أستاذي وهو صاحب التحرير الطاووسي، يعني صاحبه يعني ابن طاووس، يعني أصل التحرير الطاووسي هو باسم حل الإشكال، تحرير الطاووسي لصاحب المعالم. من حدث من ابن طاووس، بعضهم يقولون هكذا، أكثرهم يقولون هذه التقسيم يعني تقسيم الأربعة للأحاديث الصحيح والحسن والموثق والضعيف، انحصار الأخبار بهذه الأربعة حدث من العلامة. لم يكن هذا الاصطلاح في القدماء، يعني في زمان الكليني والشيخ الصدوق والشيخ التوسي إذا قالوا الصحيح أو صحيحتون، ويقول في مقدمة كتابه صحيحين عن الصادقين عليهم السلام، ويقول روايات صحيحتون سند، ليس مقصودهم الرواة كلهم إماميا عدلا. الصحيح عندهم ما ثبت خروجه عن المعصوم عليه السلام. ولذا قال صاحب المعالم يعني هكذا جمع بين إطلاق الصحيح على رواية أبان بن عثمان مع كونه والفتحية مع كونه ناووسيا لهذا الدليل، وإلا لم يكن إماميا، فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره. فلما اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالأخبار استر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الري وتعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه. ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة إلا من السيد جمال الدين ابن طاووس، قلنا وهو ابن طاووس مؤلف كتاب حل الإشكال التي حرره باسم التحرير الطاووسي صاحب هذا الكلام، يعني صاحب المعالم. في زمان القدماء إذا قالوا الصحيح المقصود منه بسبب القرائن، مثلا الرواية كونه في كتاب الحلبي مثلا
التي صححه الإمام عليه السلام، وإن كان بعض رواته ضعيفة أو ليسوا بإمامية، مثل الفتحية والواقفية مثلا. الصحيح يعني ما خرج من فم الإمام عليه السلام ولو تقية. فاصطلاح الصحيح اصطلاح من المتأخرين من بعد العلامة أو من بعد أستاذه ابن طاووس. وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق، يعني ثبت هذا الكلام من الإمام، أو الصدق يعني هو صادق في كلامه قال الإمام عليه السلام. وإن كان بعض رواته مثلا غير إماميا، أو بعض رواياته عاميا مثلا مثل السكوني أو غيرهم مثلا، أو ليس ورد فيهم الوثاقة، كان ضعيفا مثلا، ولكن الروايات صحيحة يعني ثابت. فقد قوى الوهم في هذا الباب على بعض من آثرناهم من مشايخنا، فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحة الرواية عنه، اشتمالها على أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عنه، وأبان بن عثمان أحد الجماعة. قال يعني بعض مشايخنا المؤثرين وثقوا عدة من المجاهيل بدليل رواية بعض أصحاب الإجماع عنه. هذا كلام صاحب المعالم في المنتقى. ويأتي ابنه يعني محمد بن الحسن بن شهيد الثاني في كتاب الاستقصاء. كتاب الاستقصاء كتاب استقصاء الاعتبار، كتاب في شهر الاستبصار، كتبه حفيد الشهيد الثاني معروف بالشيخ محمد. الكتب الرجالية يطلقون عليه باسم شيخ محمد. وإذا كتاب جيد لعله 7 مجلدات. نعم. كتاب جيد في شهر الاستبصار، فيها مطالب رجالي كثيرة نذكرها فيما بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.